السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تونة في المطبخ وتونة علي على الفيس. ووصفتنا النهاردة بسيطة جدا. في حد من حبايبي كده طلب مني ان هو عايز طريقة التفريز بتاعة البسلة، فانا عشان عندي اصلا بسلة فقلت اعملها لكم كده بسرعة. انا جبت كده ده كيلو وربع من البسلة، فصصتها وغسلتها وسبتها كده تتصفى. وادي هنا الجزر بتاعنا برضو قشرته ونضفته وقطعته مكعبات صغيرة كده. هحط بقى في الكياس وهرجع لكم. اهو زي ما انتم شايفين قسمتهم بالظبط في كيستين. وانتوا طبعا بقى تحطوا على قد الاسره بتاعتكم، تحطوا اكتر تحطوا اقل براحتكم. بعد كده ناخد الجزر نحطوه كده جواه كده. برضه عشان تحطوا جزر كتير اقل برضه براحتكم. احنا فرزنا قبل كده القلقاس وبطاطس والطماطم. الحاجه دي هتسهل عليكم اللي انتوا تدخلوا المطبخ تجيبوا الاكل كده من الفريزر وتشتغلوا بيه على طول. الطماطم موجوده والبطاطس موجوده والبزله اهي موجوده والقلقاس وكل حاجه موجوده، يا دوبك تاخدوا تحطوا على النار على طول. بصوا اهو زي ما انتم شايفين. طب بقى طلعنا من الهواء سيبناها كده اهو. انا عامه لما باجي اطبخ البسله بحط فيها بطاطس، بس بحطها ساعه لما اجي اطبخها، لكن ما بفرزهاش لان لو فرزتها هتبوش معايا. لكن الجزر عادي يستحمل عادي، ما فيش اي مشكله. اهو انتوا بقى حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. يبقى انتوا كده عندكم الطماطم صلصه جاهزه هتطلعوها، والبسله جاهزه او القلقاس جاهز. اي حاجه مفرزينها جاهزه يا دوبك تطلعوا وتحطوا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان جاي. يعني انتوا هتبقوا طول النهار واقفين في المطبخ لسه هتنضفوا خضار وتنضفوا حاجات، لا تجيبوا على طول من الفريزر تشتغلوا على طول. ودي كانت وصفتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.